واش يسرى حسيت بالام ديالها ملي ولدات بها كيفاش كانت كتعاني؟ المهم كتبات الله يسمح لينا من الوالدين، يعني الامهات اللي والدات حتى لهنا مزيان. شوفوا، يسرى ماشي خايبه، يسرى حنينه، ولكن ما لقاتش مع من غادي تصالح ولا غادي تحط الراس ولا كنشوفوا الام ديالها انها باغا تصالح معاها وما بقاتش بغات تهضر على بنتها خايب، وكدير اي حاجه باش تصالح مع بنتها. وفي الاول كانت قالت لك ما بقاتش بغات تهضر مع دوك القنوات اللي كانوا تيحرضوها على بنتها، وبغات تعيش حياتها وتعيش مع وليداتها بسلام. حتى لهنا مزيان، ولكن انا كنشوف هاد الام انها مازال كتواصل مع قنوات وكتقول لهم اشنو واقع وشنو كاين. وانا مشيت عند بنتي، انا دفعتني بنتي، انا قالت لي بنتي بعدي مني، انا بست ولد بنتي، انا فهمتوا يعني لعبها بوز. انا كنعرف ان شي اب ولا ام نادم داير واحد الحاجه في ولده ولا بنته، يعني اقرب الناس ليه هي كبدته، ما غاديش يبقى نطلعها في الفيديوهات انا مشيت عند بنتي، انا جيت من عند بنتي، انا تتهضر مع القنوات الو سلام ساعه المكانه وتبقى هضره معاهم ولا نص نهار ولا وتبقى تعاود ليهم شنو كاين. يعني كنعرف اللي ندم، وكنظن راك جربتي هادشي. يعني كيبعد على القنوات اولا، وما تيبقاش قلتي مشيت جيت وتبقاي تعودي على الاسرار وعلى الخصوصيه. هذا من جهه، لان تنعرف اللي باغي ومحروق على ولده ولا بنته كيمشي هذاك الشيء في الخاص وكيبقى في الخاص وما تهضريش عليه، وطلبي الله يسمح ليك وطلبي الله رب بنتك تسمح ليك. ولكن هاد الخرجات اللي كتخرجي وهاد البوز اللي كديري انت مطلعاها فيديوهات مطلعاها ادسنس، حتى بنتك واخا تبغي تسامحك راه كتشوفك كتلعبيها ادسنس، لعباها ادسنس وعاطفه على المتابع. هذه حقيقه ما نقدروش ننكروها. باش نبقاو نغطيو الشمس بالغربال، لا، حتى لهنا وستوب. انا باغا البنت تسامح مع الام ديالها وترجع المياه لمجاريها، ولكن ماشي بها الطريقه وهاد الطريقه ديال الادسنس والفلوس والبوز، وحد الطريقه اللي تكون من القلب، من اعماق القلب، ويكون ندم شديد والبكاء وصافي وعنقيني ونعنقك وتعويض على الحنان. ماشي بهالطريقه ديال السلام عليكم انا مشيت انا جيت الو السلام القنوات انا مشيت عند بنتي انا جيت من عند بنتي. يعني انت مازال باقه الاتصالات والهواتف والراي ديال هذا وناخذ الراي ديال هذا. يعني اللي باغي يعيش بوحدو مع وليداته ويجمعهم ويجمع الشمل ما يبقى يتواصل مع حتى واحد. صافي ستوب، صافي دزت من واحد التجربه ديال كنت كنعطي ودنيا لهذا وهذا وهذا. يعني غتدخلي لواحد المرحله جديده ديال انك تسدي على كل شيء وتبقاي بوحدك مع وليداتك، وحتى هما ملي غادي يشوفوك هكا وما بقيتيش مع هادي وهادي، هادي تفتي عليك الراي ديالها وهادي تقول لك هادي، وتبقى تخرج الاسرار، تبقى تخرج هذاك الشيء ديالك اللي درتي اللي دوزتيه مع بنتك. هذا راه ماشي صلح، وانت ما باغاش الصلح باش نكونوا مفاهمين. يعني هما كل واحد تيلعب البوز بطريقته، هادشي انا اللي كيبان ليا. المهم كنتمناو يكون الصلح ولكن ماشي بهذه الطريقه. اما بالنسبه عائله الاب ديالها، راه من الاول وهي واقفه معاها، راه ملي اتهموها هذيك الاتهامات الخطيره وكان كل شيء ضد يسرى، شكون اللي وقف معها؟ راه كان جداها اللي كاينه معاها، وكان ديك الساعه عند لبنى، من بعد كانت ما اتفقاتش مع لبنى، مشات عاشت عند جداها، بقات عند جداها حتى تزوجات، ما تفاهمتش عاوتاني مع الزوج ديالها، طلقات وعاشت دابا حاليا بوحدها. ولكن راه جداها هي من الاول هي مسانداها، لان حتى الاب ديالها راه ما كاينش،
واش نتوما ما بغيتوش هاد جدها تكون معاها؟ وشكون اللي غادي يكون معاها؟ غادي تكون معاها الام ديالها اللي ما غاديش تثق فيها، اللي ما كتثقش فيها، وواخا تبغي حاليا تثق فيها راه مازال هاد سعاد زايده فيه، مازال كتعطي ودنيها للقنوات، مازال كتواصل مع القنوات، كدير هاد يسرى مثلا تثق فيها. يعني كنشوفوا علاش هاد يسرى بعدات على الام ديالها، وعلاش ما بقاتش بغاتها، حيت دائما يسرى ملي كتخرج تقول لك الام ديالي كتسمع الناس بزاف الو الو الو، زائد انها مع القنوات. وعلاش يسرى زادت حقدات عليها؟ حيت كانت كتبارطاجي قنوات كانوا تعايروها. هادشي علاش يعني من حد هاد سعاد كتواصل مع القنوات، ومن حدها لعباها ادسنس في الفيديوهات، مازال يسرى ما تيقاش فيها وما غاديش تثق فيها. هذه نصيحه لسعاد من هاد المنبر. بغيتي بنتك تكسبي بنتك، بعدي من هاد الفيديوهات وبعدي من هاد القنوات ديال الو 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 الو. اما بالنسبه لزوج يسرى، زوج يسرى خرج يقول ليوسف مره اخرى والله تصور ولدي شكايه وهذه. شوفوا، يوسف ما عندوش الحق يصور ولد الطليق ديالها ولا ولد يسرى، ولا كل كيصور ولاده. هذا من جهه. من جهه اخرى ان هاد الطليق ديال يسرى راه ما خصوش، الا كان باغي ترجع المياه لمجاريها راه ما خصوش يديرها عاوتاني بحال هاد الفيديوهات ودير مره اخرى هادي والله تندعيك وندير لك. غادي يهضر معاه في التليفون، الو السلام عليكم، ولا يمشي عنده فين كاين، راه عارفو فين كاين. شوف اخويا، هذا اخر انذار، ما تصورش ليا بولدي، وما نبغيش ولدي يصور بيه شي حد من غير الام ديالو مثلا، ولا بحال هكا. يعني يعطيهم واحد الانذار صافي بينه وبينهم، ما تخرجش للعالم وتبقى تهدد وتقول انا ما عندكمش الحق. ولا ما فهمتش انا، اللي بغى الصلح وبغى المياه ترجع لمجاريها بارك من هاد الفيديوهات، بارك. راه هادشي هو اللي كيزيد عاوتاني الحقد، وانت تخرج فيديو والاخر يخرج فيديو والاخرى تخرج فيديو ومطلعينها ادسنس بيناتكم. يعني اللي بغى شي حاجه وباغيها من القلب، هذاك الشيء تيبقى في الخاص صافي. هادشي اللي كنشوف انا. بغيتي مرتك ما تخرجش بحال هذاك الفيديو، صافي هو والح الفيديو. الا كنتي ما باغيهمش يصوروا لك ولدك من الاول، نهار مشيتي نهار الاول يموت المش، ما تصور حتى واحد ما يصور ليا بولدي، الله يرحم لكم الوالدين، هذا راه ولدي صافي وسير. علاش تمشي للدار حقاتها تشوف الفيديو، السلام عليكم انا راه مره اخرى غادي ندير لك ونفعل لك ونترك لك؟ لا، هذاك الشيء ما خدامش. الا بغيتي مراتك وولدك وعينك في مراتك وولدك، خاصك تكسب نسابك، لان الا بقيتي حاقد على النساب كون اكيد راه عمرك ما غادي تجمع الشمل مع مرتك وولدك. المهم هذا كان الراي ديالي في هذا الشيء. الا بقيتوا حتى لهنا ما تنسونيش من اللايكات ديالكم والبارطاج، والسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله. بسلام عليكم.